الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. آيادني أيها الأحبة وآياد اللبية فرتناد سورة إبراهيم. الله سبحانه وتعالى وحو لخطاب يا حبيب كان محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن الله يا محمد، نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهي هاوم لين غافلا إنو يهي مد مودا مدهل مانسانو موغن إلهي إنو يهي عما يعمل الظالمون كوا ظالمين تا وحي سمينايان ظلمك يا جرائم كالدنيا دا دوشيدا يكو سمينايان الله سبحانه وتعالى من موغن إنما إن كلمة هنا يؤخرهم الله سبحانه وتعالى وحو ديبا وقدق يا ظلمك أي سميين ليوم maalintaasoo tashkhasu ay taagmayso fiihi dhexdiisa labsaaru aragyaasha indhahoodu maalin ay taagmahayaan buu ilaahay jalla jalaaluhu dib ugu dhigay dulmigooda jazada uu ka abaalmarin doono ay min shiddati ahwaali yowma alqiyaama waa maalinta qiyaamo weeye muhdiciina xaalayihiin kuwa u dheeraynaya oo qubuuraha ka soo baxaya u degdegaya maxsharka maalinta ayada waxa weeye yowmaidin yattabicuuna daaciya laa ciwaja lahu weeye maalintay u dheeraynayaan maxsharka مهطعين حاليهن كوا دغدغايا مقنعي رؤوسهم أي رافع رؤوسهم مدحودنا كرو قادايو تاغايا مالينتا يدا لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد وصلابن ماهيو إليهم حقود طرفهم اندهود وصلابن ماهيانا اندهود ويتاغيهن وافدتهم هواء قلوبتودن ومدمرا سببتو ويبقيسا مالينتا يدا ومالين عجيبة ويا أيها الأحبة أيضا وحن كقادنا وتهديد ووعيد وي الله سبحانه وتعالى كوا ظالمين إلهي كفرتي أي الدنيا وحويه كو كبري أي الله سبحانه وتعالى كاب المرنا يا قيامها ولهذا علماء وحي لهذا والتحذير من الظلم وي تدك وحا لو قدق هي ظلمك الدنيا انت جوغان سي وقتي ودوغا فاديسان وسغب بخيان وحي حقوقها ولغولها هداي هي dadka inay cafis ka dalbaan iyo haday ahayd xoolo iyo xuquuq lagu leeyahay inay iska celiyaan sababtoo maalinta iyada ayuha al-hibba al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma yawm wa maalin qof walba laga abaalmarin doono wuxuu kasbaday maalinta iyada dhulmi ma jiro ولهذا الله سبحانه وتعالى وحو leeyahay aw malayni nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah inuu moogan yahay kuwa dhaalimiinta dhulmigooda ilaahay waa la socdaa waana og yahay بل إن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل إلهي وأكرر سبحانه وتعالى لكن كمدها صون الظلم قاعد سمينا يان ولهذا أيها الأحبة ما أعظم بلاغة القرآن وما أروع تسويره للمواقف حتى كأنك ترى المشهد ماثلا أمامك قيامه بالغوص وصوريا الدنيا أنت اللي جوغ الظلم باجرة تدبدن بالظلمية ولهذا الله سبحانه وتعالى ظلم نفتي سنة وكنا زهي إنك لحظة وإنك حرمي الظلم ظلمات يوم القيامة أيها الأحبة ومقدياش مال انت قيامة وي الظلم وحوي ليس بينه وبين الله حجاب ولهذا الله سبحانه وتعالى كوا ظالمين تأمرك وقبته وكذلك يأخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد ظلم أيها الأحبة وحنقون كريا بين الله وبين عبده وإنسانك وحوي الله سبحانه وتعالى وظلمك قاله ظلمك وين بشرك والله كقالنا وشرك وإن ظلمه إن الشرك لظلم عظيم وتويله ظلمك وحنقون كريا بين الخلق ولهذا الدنيا انت جونا كفا يديسن والله سبحانه وتعالى روغته وتكانه تدكي أن ذنوبتك قال ظلمنا إيانا كدر من عافية أسأل الله جل جلاله أن يغفر ذنوبنا وأن ييسر أمورنا وأن يسر عيوبنا ونسأل الله سبحانه وتعالى إلهي روعات كينا هاي نوبة بعد سبحانه وتعالى اللهم اغفر زلاتنا وهذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور
وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا